كاريرك مسؤوليتك، وبناء عليه لما تيجي تشوف ان الكلام ده بيحصل بعد 3 سنين في الوظيفه بتاعتك او 4 سنين، لازم تروح تتكلم مع المدير بتاعك. ده مش معناه ان انت لما تتكلم مع المدير بتاعك ان هو هيطلع يفتح الدرج يدي لك تاسكات تانية، لا، انت لازم تروح للمدير تقول له عشان تحدد موقفك، عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لك انا ما كنتش فاهم وما كنتش عارف وكنت فاكر انت مبسوط. لا، انت تقول ان انا سعيد، ما عنديش اي مشكله في اللي انا بعمله، بس في نفس التوقيت اطمح واتمنى ان انا يجي لي تاسكات او بروجكتس من نوع مختلف سنه عن اللي انا بشتغل فيه بقالي السنين اللي فاتت، عشان خاطر اتطور، يبقى فيه تشالنج بالنسبه لي اتطور فيه شويه. طبعا الكلام ده عايز جرأه منك، مش جرأه ان انت تتكلم مع المدير، لا، جرأه ان انت تكون عارف ان انا كشخص مستعد ان انا اواجه تشالنجز وان انا عايز اعديها، لان معظم الناس ما بتحبش الحكايه دي. وعشان بس اكون صريح معاك، في ناس بيبقى مسارها الوظيفي محدد وستريت لاين والكلام ده كله، هم عارفين ان هو ستريت لاين ومفيش اي جديد بيحصل في حياتهم بقالهم سنين، وهم مبسوطين وكده، وهدفهم الاساسي ان في اكل وفلوس بتحط على الترابيزه، تمام. وانا مش ضد الكلام